مش معقول كل ما نحب ناكل تومية سوري هنبعت نشتري أكل سوري من أي مطعم، وفي الآخر هيبعتوا لنا علبتين صغيرين جدا كل اللي في البيت هيتخانقوا عليهم. تعالوا في الفيديو ده أنا هقول لكم إزاي نعمل التومية السوري بأحلى طعم. هنعمل كمية وفيرة جدا هتقعد معانا في التلاجة من 10 أيام لأسبوعين كمان، أحلى وأنضف وأوفر من بره بمليون مرة. تعالوا نبدأ الوصفة، بس بتمنى منكم تدعموني بلايك، ولو أول مرة بتشوفوني أنا اسمي سعاد. هنا في طاسة أو كسرولة أو أي حاجة هنحطها على النار، هنحط كوبايتين من المية وعليهم نص كوباية من النشا. هندوبهم طبعا مع بعض على البارد الأول كويس جدا، ونتأكد إن النشا داب تماما مفيش فيه أي تكتلات. وبعدين هنرفعها على نار هادية، النار ما تكونش عالية خالص عشان النشا ما يتحرقش معايا ويحصل تكتلات فيها لغاية ما تبقى بالشكل ده. أول ما تتقل معايا وتديكي الشكل ده هترفعيها من على النار على طول. دلوقتي بقى هنغرفها في طبق او هنفضيها كده في طبق يكون مفروض شوية او واسع شوية، وهنوزعها كده كويس وهنسيبها لغاية لما تبرد تماما. مش هنشتغل ومش هنعمل اي حاجة دلوقتي غير لما الخليط بتاع المية والنشا ده يبرد معايا تماما. دلوقتي بقى الخليط بتاعي كان بارد، هجيب بقى الخلاط او تقدر تشتغلي في الكبة او في اي حاجة عندك او بالهاند بلندر، مفيش اي مشكلة. الخليط بتاعي كان بارد، بصوا بقى شكله عامل ازاي. هحطه بقى كله كده في الخلاط، وهحط عليهم 5 أو 6 فصوص من الثوم. انا الفصوص بتاعتي ما كانتش كبيره قوي فحطيت 6 فصوص، لو الفص بتاعك كبير تقدري تحطي 5 بس. عندي كوبايه من الزبادي، كوبايه كبيره. عندي هنا معلقتين كبار من المايونيز، واختياري تقدري تستكفي او يعني تستغني عن المايونيز وتستكفي بالزبادي بس بجد بيدي تيست حلو قوي في التوميه. عندي هنا ربع كوبايه من الحليب وعصير ليمونه. في كمان معلقه كده من الخل، بس مش عارفه ما اتصورتش انا اسفه جدا، بس في معلقه من الخل بنحطها. وده ربع كوبايه من الزيت، بس مش هنضيفها دلوقتي، هقول لكم هنضيفها امتى بالظبط. هنشغل بقى الخلاط على المكونات اللي احنا حطيناها كلها لغايه ما تختلط او تمتزج كلها ببعض كويس. ودي ربع معلقه من الملح. طبعا الملح بتظبطيه، انا حطيت ربع تاني يعني حطيت ربع معلقه كمان لان لقيتها محتاجه ملح بصراحه. فالملح بتظبطيه حسب ما بتحبوا، في ناس بتحب الحاجه ملحها قليل، في ناس بتحبها مظبوطه، في ناس بتحبها زياده، فالملح اظبطيه براحتك خالص. انا يعتبر حطيت نص معلقه صغيره من الملح. دلوقتي بقى والخلاط شغال هضيف كده الزيت بالراحه خالص، تمام، عشان تربط معايا. طبعا لو لقيتيها تقيله، لو لقيتيها تقيله هتزودي شويه كده او معلقه او معلقتين من الحليب. لو لقيتيها خفيفه هتزودي معلقه او معلقتين من الزيت، وهتضربيهم تاني في الخلاط هتلاقي قوامها اتظبط معاكي. بصوا هي كده قوامها تمام جدا، انا مش عايزاها تبقى اتقل ولا اخف من كده. هي لما هتقعد معايا في التلاجة هتتقل معايا شويه صغيرين، فقوامها ده حلو جدا. هي اصلا على بال ما نيجي نقدمها في الطبق هتكون كمان تقلت اكتر من كده. نصيحة مني ما تقلوهاش عشان ما تبقاش كده محجرة وناشفة. هي التومية لما بتجيبها من بره بتبقى قوامها كريمي شوية. بصوا بقى هنا انا فضيتها معايا، طبعا انا دي هحفظها في التلاجة في علبة كده تكون محكمة الغلق. فبصوا قوامها ما شاء الله حلو جدا جدا. نصيحة مني ما تخففيهاش ولا تقليها عن كده، لان هي لما هتقعد معاكي هتبقى كمان اتقل من كده شوية. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه، وان شاء الله ان شاء الله تعجبكم. ويا ريت اللي تجرب الوصفه وتعجبها تبعت تقولي رايها ايه في كومنت. واتمنى تكونوا ما نسيتوش تحطوا لي لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.